كأس العالم 2022 في قطر، أظهر المنتخب المغربي بقيادة وليد ركري أداءً تاريخياً غير مسبوق. تحت إشرافه، نجح أسود الأطلس في تحقيق إنجاز كبير بتأهلهم إلى نصف النهائي، ليصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة في تاريخ المونديال. بدأت رحلة المغرب في البطولة بفوز مذهل على بلجيكا، تلاه تعادل مع كرواتيا وفوز على كندا، ليصعدوا إلى الدور ال1/6 حيث أقصى المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، ثم حققوا فوزا تاريخيا على البرتغال بهدف نظيف في ربع النهائي. وليد ركري كان له دور أساسي في تنظيم الفريق وتقديم خطط تكتيكية محكمة، مما جعل المنتخب المغربي يصمد أمام أقوى الفرق العالمية. هذا النجاح كان بمثابة مصدر فخر ليس فقط للمغاربة، بل لجميع العرب والأفارقة، حيث أثبت المنتخب المغربي أن بالإرادة